بمشاركة بن شرقي منتخب المغرب للمحليين يفوز بنتيجة 6-0 أمام جيبوتي. حسام عاشور يعلن عبر ايفنت الحوار كبير مع أحمد أسامة تعيينه مديرا فنيا لبراعم الأهلي في التجمع الخامس. إمام عاشور يشارك في مران الأهلي الجماعي بشكل كامل بعد التعافي من الإصابة ليصبح متاح للمشاركة مع الفريق في مباراة شبيبة القبائل. ياسين مرعي جاهز لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا. منتخب مصر يعلن إصابة زيزو في الأوتار المحيطة بالركبة واللاعب يغيب عن مباراة كاب فيردي. زيزو هيلعب ماتش شبيبة القبائل. الأهلي يواجه المصرية للاتصالات في دور ال 32 من كأس مصر. الجهاز الفني للأهلي بقيادة يستروب يقرر تصعيد 8 لاعبين من فريق الشباب مواليد 2007 إلى تدريبات الفريق الأول. محمد بن رمضان متواجد بشكل طبيعي في قائمة المنتخب التونسي المسافرة إلى فرنسا لمواجهة منتخب البرازيل وديا يوم 18 نوفمبر. استبعاد علي معلول من منتخب تونس قبل مواجهة البرازيل الودية بسبب مشاكل في استخراج تأشيرة فرنسا. بمشاركة جراديشار سلوفينيا تخسر أمام كوسوفو في تصفيات كأس العالم 2026. محمود تريزيجيه مع إبراهيم فايق: غلطت في كأس العالم للأندية قدام ميامي لما لعبت ركلة جزاء وأنا مش رقم واحد، لكن في ماتش الزمالك بالدوري كنت المرشح الأول للتسديد بقرار من الجهاز الفني. أما عن زيزو فهو لاعب كبير وإحنا قاعدين في أوضة واحدة. قبل ماتش الزمالك اتكلمنا عن كل السيناريوهات وهو كان عارف الضغوط اللي هيتعرض ليها وما اهتمش، وده ظهر في أدائه وثباته الانفعالي. ولما سألوني عن بن شرقي وعن شخصيته قبل التعاقد معه: بن شرقي كان زميلي في الريان ووقعت مع الأهلي قبله، وإدارة النادي سألتني عنه وعن شخصيته قبل التعاقد معاه وقلت إنه محترف ولا يفتعل المشاكل. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. وشكرا. وشكرا.